السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من مكان جديد. النهارده هنتكلم على قصتي في تعلم اللغة الألمانية من اول مستوى A1 لحد B2، اللي هو ان شاء الله خلال شهرين هكون خلصت مستوى ال B2. فهبدأ لكم كده من اول ما بدأت فكرة ان انا اتعلم ألماني اصلا وليه اتعلمت ألماني، وبعدين هنمشي في الخطوات اللي هو خطوات التعلم نفسها، وبعدين هقول لكم المصادر كمان اللي ممكن تتعلموا منها، وشوية نصايح في الاخر كده هتسهل عليك. فيلا بينا. انا البداية بتاعتي كانت في 2017 لما سافرت حضرت مؤتمر هنا في المانيا في 2017، ودي كانت اول مره في حياتي ادخل المانيا. بدات ان انا اعجب بقى بالنظام بتاع المانيا، اعجب بالبيئه الاسلاميه اللي موجوده هنا مقارنه بباقي الدول الاوروبيه الثانيه، اعجب كذلك نظام التعليم. فقلت خلاص يبقى انا اول ما اخلص دراسه لازم اجي المانيا في اسرع وقت. في 2018 بدات على طول ان انا ادرس كورس A1، لكن للاسف البدايه بتاعتي كانت غلط لاني دورت على اي كورس وخلاص، وخدت في مكان مش احسن حاجه، كان بيعلمني باللغه العربيه، فبالتالي مخارج الحروف نفسها كانت مش حلوه في انك تتعلم الماني. وبعدين قلت لنفسي انا ليه اتعلم اصلا الماني علشان خاطر ادرس في المانيا؟ فانا ممكن اتعلم انجليزي عادي وادرس بالانجليزي. وده اللي حصل بالفعل. خدت بريك كده من اللغه الالمانيه، خلاص انا خدت مستوى الاي 1 في 2018، وبعدين بدات ادرس ايلتس وخدت شهاده في الايلتس، وجيت في 2020 المانيا لاول مره بدرس ماجستير ديجيتال انجينيرنج في جامعه اسمها باوهاوس يونيفرسيتي ان فايمار. دي كانت باللغه الانجليزيه بالكامل بعد ما حققت مستوى كويس جدا في الايلتس الحمد لله. بعد سنتين من الدراسه في 2022 قررت ان انا لازم ارجع تاني اتعلم الماني، بما اني في المانيا بقالي سنتين وما بعرفش اتكلم الماني، فده طبعا يعني ما ينفعش، وكمان عشان خاطر بعد كده هيساعدني دوت في سوق العمل. في 2022 بدات ان انا اتعلم، وبدات من الاول خالص، بدات من مستوى A1. طبعا التعلم كان من خلال الجامعه نفسها، لان في مركز لتعلم اللغات داخل الجامعه، لحد ما في 2024 الحمد لله وصلت لمستوى البي 1. ومن كام شهر بس خدت الامتحان بتاع البي 1 اللي عملت عليه فيديو ازاي اصلا وصلت للمستوى بتاع البي 1 في السنتين دول او كمان اقل من سنتين، لحد ما النهارده الحمد لله انا بتكلم الماني كويس الى حد ما، وبشتغل كذلك باللغه الالمانيه هنا في المانيا. فده معناه ايه؟ معناه الاستمراريه. يبقى رقم واحد محتاج ان انت تحطها في اعتبارك وانت بتتعلم اللغه الالمانيه، انك ما تعملهاش كانها ماده دراسيه عاوز تذاكرها عشان خاطر تمتحن وخلاص، لا، انت بتستمر في تعلم اللغه الالمانيه. فمثلا في الحاله بتاعتي انا اتعلمت الماني على مدار مثلا ممكن نقول 5 سنين، لكن اخر سنتين بس ركزت فيهم كويس جدا الحمد لله لحد ما وصلت للي انا عاوزه. النقطه الثانيه هي ان يكون عندك هدف واضح جدا. خلينا افكركم بحاجه جميله جدا. سيدنا زيد بن ثابت لما الرسول امره بتعلم لغه اليهود راح وتعلمها في اقل من نص شهر، وفي بعض الاقاويل كان بيقول 17 يوم قدر يتعلم لغه اللي هو يكتب بيها مكاتبات، يعني يبعت بيها رسائل للناس في نص شهر. ليه؟ لان كان عنده هدف، وكان الرسول دعاله ان هو ربنا ييسره في حاجه زي كده. فانت لو انت عندك هدف واضح ان انت خلاص انا قررت ان انا هكمل حياتي في المانيا فمحتاج اتعلم الماني، فبالتالي هتلاقي الحافز ده هو اللي بيحركك كل شويه، حتى لو انت عطلت في النص، وحتى لو الاستمراريه بتاعتك اتقطعت لاي سبب من الاسباب. ثالث نقطه وهي كل لما تشوف حاجه ترجمها. يعني ايه؟ يعني الموبايل ده اسمه ايه؟ داس هندي على طول، ودايما تحط الارتكل. انا طبعا هوريكم في اخر الفيديو على شويه مواقع كده هتساعدكم جدا في تعلم اللغه الالمانيه. مثلا زي دير ارتكل، ده موقع مخصوص بتخش انت تحط عليه الكلمه ويديك الارتكل بتاعها، لان الارتكل ده هو اللي هيسهل عليك كل حاجه بعد كده في الجرامر. فكل حاجه انت بتستخدمها من اول التيشيرت اللي بتلبسه لحد اللعب اللي بتلعبها مع اصحابك. انا عاوز اقول لكم حاجه جميله جدا في اختبار البي 1 بتاعي، انا نجحت في الشفوي لانه سالني في اللعبه اللي انا كنت بلعبها اونلاين وكانت اللعبه بالالماني، فده ساعدني جدا جدا ان انا اقول المصطلحات المناسبه. رابع واهم حاجه هي انك تحاوط نفسك باللغه الالمانيه. طيب دلوقتي انا كل ما اشوف حاجه بترجمها، طب احوط نفسي ازاي بقى باللغه الالمانيه يا عبد الله؟ ده بسيط جدا، عن طريق انت تخلي حتى السوشيال ميديا والالجوريزم والحاجات اللي بتتفرج عليها تجيب لك مشاهد المانيه، تشوف مثلا كرتون باللغه الالمانيه، ان انت مثلا تخلي السوشيال ميديا بتاعتك دايما بالالماني. يعني انت كل لما تتفرج على فيديوهات بالالماني بتلاقي الالجوريزم بتجيب لك فيديوهات اكتر بالالماني كانك عايش في المانيا بالظبط. وطبعا لو انت عندك الفرصه ان انت تتعامل بقى مع اشخاص باللغه الالمانيه، سواء مثلا تشوف ناس بتلعب معاهم اونلاين يكونوا بيتكلموا الماني فتمارس معاهم اللغه الالمانيه، او ان انت حتى تشوف مراكز لتحدث اللغه الالمانيه في بلدك، لانه موجود دلوقتي في كل البلاد تقريبا، او حتى انك تشوف مثلا قنوات على ديسكورد تتكلم فيها مع المان. طيب اذاكر منين يا عبد الله؟ اذاكر منين؟ ده سؤال مهم جدا. لازم يبقى عندك منهج علمي، ما ينفعش انت تكون بتشتغل بشكل عشوائي. فانا كعبد الله ذاكرت من الكتب بتاعه منشن، ودي طبعا من اشهر الكتب اللي الكورسات كلها بتشتغل عليها، حتى لما انا كنت في المانيا هنا كانوا برضو في كورسات بتشتغل عليها، او في الشركه الثانيه اللي هكتب لكم اسمها ديت اللي هي كونسرول حاجه زي كده، برضو كذلك موجوده هنا في المانيا. طيب
في نوعين من الناس، في شخص اوريدي بيحب يتفرج يعني ياخد معلومه صغيره وخلاص ويمشي، ياخد معلومه صغيره ويمشي. ففي قنوات على اليوتيوب هسيب لكم دلوقتي او هتظهر لكم دلوقتي على الشاشه. القنوات دي قنوات تقدر انت تشوف منها مثلا فيديو قصير بس هيديك معلومه مفيده وتبدا انت تكون معلومات مع بعضيها. او لو انت شخص بقى بتحب ان انت تذاكر بقى ودحيح كده، هسيب لك برده الحاجات اللي على الشاشه ودي بقى برامج بقى متخصصه. يعني مثلا انا هدرس كورس كامل، كورس الاي اينس مثلا، هدرسه بالكامل على القناه بشكل واضح ومرتب، وهاخد نوتس والكلام ده كله. ونصيحه اخيره قبل ما الدنيا تمطر عليا هنا، عاوزك وانت بتترجم اي كلمه بالالماني ما تستخدمش جوجل ترانسليت خالص، استخدم ابلكيشن اسمه ديب ال او ديب ال موجود على الموبايل او موجود على التلفزيون. الجو احنا في عاصفه النهارده، فانا بس هحاول انا انقل دلوقتي على اللابتوب. بس قبل ما انقل محتاج اقول لكم حاجتين. اول حاجه ان انت محتاج انك تشتغل على الاربع حاجات بتوع اللغه بتوعك، وهم السماع والتكلم وكذلك لازم ندخل من جوه. هكمل لكم على الموبايل على اللابتوب جوه. يلا واشوفكم هناك. ثانيتين بالظبط وده اللي حصل، والدنيا اتبهدلت كلها هنا اهوت. فيلا بينا نخش جوه. طيب الحمد لله رجعنا في الدفا، وخلينا اقول لكم ايه هي الاربع حاجات اللي انت لازم دايما تحط في اعتبارك وانت بتتعلم اللغه الالمانيه او اي لغه عامه انك انت تغطيهم. فاول حاجه قلنا القراءه والسماع، والقراءه والسماع ده هنغطيه من خلال الفيديوهات اللي احنا بنسمعها والكتب اللي احنا بنقراها سواء كان منشن او كتب تانية، وكذلك الفيديوهات سواء زي ما قلت لكم حاجات مثلا زي ايزي جيرمان او مواقع تانية انت بتسمع منها كتير، فبالتالي ودانك بتبقى سامعه. طيب بالنسبه بقى للكتابه والكلام، طبعا شات جي بي تي دلوقتي ما سابش حاجه، وبرامج الاي اي كتير ما سابتش حاجه. انت ممكن تكتب مثلا باراجراف كامل باللغه الالمانيه وتحطه على شات جي بي تي وهو هيعدل لك دوت. وكذلك لو انت اوريدي مشترك في الخاصيه اللي هي البريميوم في شات جي بي تي، تقدر انت تتكلمه بالالماني ويعدل لك كذلك اللي انت بتقوله في اللغه الالمانيه. وخليني اقول لك على قناه في اليوتيوب من احسن القنوات اللي انا بشوفها الصراحه، وهي قناه واحد اسمه خالد بوزان. ده بيديك كورسات لحد السي اينس في اللغه الالمانيه، وكذلك بينزل فيديوهات بشكل اسبوعي عشان تتابع الاحداث والاخبار الموجوده في المانيا. فانت ممكن تقرا مثلا في ديتش فيلا مثلا او دي دبليو مثلا الموقع بتاعهم الخبر، وتيجي عند خالد تعرف هو ايه الخبر بالظبط وترجمته بقى باللغه بتاعتنا احنا العربيه الجميله. فبالتالي تقدر من خلال متابعتك للاخبار تعرف كلمات كتيره جديده. طبعا بقى لو عاوز تعرف بالظبط اللغه بتاخد قد ايه عشان تتعلمها، انا عملت فيديو بالكامل على مده تعلم اللغه الالمانيه. كذلك برضو عاملين اللي احنا شراكه بسيطه كده مع منظمه اسمها كورتوفا، هتساعدك لو انت هتبدا خالص من الصفر، هتساعدك في المستوى بتاع الاينس مجانا. تقدر انت تسيب لي تعليق لو انت مهتم بالجزء دوت. واخيرا احنا كمان عملنا الحمد لله شراكه مع فينتيبا، تقدر انت تسجل او تفتح حساب بنكي مغلق من خلال اللينك اللي هسيبه لكم في الديسكربشن. وشكرا لكم، سلام عليكم.